هيكل سليمان فين وازاي؟ طب تعالى وانا اقولك. في الحلقه دي هنرجع سنين كتير قوي لورا، واللي جاي احكيهولك النهارده عن هيكل سليمان من وجهه نظر يهوديه بحته. يعني انا دلوقتي مش رشا، اعتبرني رشين يا اخويا. بدايه الحكايه ترجع لملك اسمه طالوت. كان اليهود مش راضيين يعترفوا بيه نهائي، فجه النبي اللي نزل فيهم وقتها وكان اسمه صموئيل، وقال لهم ان آية حكم طالوت ده ان ربنا هينزل عليكم تابوت تحمله الملائكه من السماء. التابوت ده كان فيه لوحين موسى اللي محفور عليهم الوصايا العشر، وفعلا نزل التابوت وكان رمز مقدس جدا ليهم. يستهدوا بالله بقى كده ويهدوا؟ ابدا. طبعوهم ولا هيشتروه؟ طبعوهم. فلما نزل عليهم التابوت ده من السماء كان واجب عليهم ان هم يحافظوا عليه، ومن كتر حبهم فيه سموه تابوت العهد. اما حكم والله. طب يحافظوا عليه ازاي وهم اصلا تايهين في الارض؟ قال لك لا، احنا هنعمل له خيمه ونسميها